النهارده بقى هعمل معاكم بسكوت. بصي كده ميكس ما بين النواعم كده، حاجه دايبه تاكليها طعمه جميله خفيفه، مع كوبايه شاي، مع كوبايه قهوه بقى. الله على الجمال، طبقات طبقات ما شاء الله، ولا النعومه بتاعته ولا الذوبان. يلا نسمي ونصلي على رسولنا الكريم ونخش في الطريقه على طول. معايا حبيتين من البيض، كوبايه سكر بودره او سكر خشن عادي، وكوبايه من الزيت او السمنه، بس انا عامله زيت عشان يكون خفيف. يعني بيضتين، كوبايه زيت، كوبايه سكر بودره، كيسين فانيليا، معلقه صغيره من الكيك شيف، وايه تنزلي بقى بكميه الدقيق على طول. ما شاء الله. هتقلبي كل المكونات دي مع بعضها. جميل اهو، عجينة سلسة، عجينة حلوة. هتاخد 3 كوبايات من الدقيق. هتقسمي نصين قبل ما تنزلي بكمية الدقيق كلها. نص هنزل بيه بمعلقة كبيرة من الكاكاو الخام، والتانية هكمل عجنها بالدقيق لحد ما تديني عجينة حلوة سلسة كده وناعمة. شوفي، طرية، لا بتشقق ولا فيها اي حاجة. ما شاء الله. هتمسكي كل قطعة تقسميها نصين، الكاكاو والفانيليا، هتجيبي كيسين من التلاجة تفتحيهم وتدهني دهنة زيت خفيفة خالص. ما شاء الله. وتمسكي بقى القطعة البيضة الأول اللي هي الفانيليا. ما شاء الله. بالفرادة هتمشي معاكي بكل سهولة. العجينة أصلا سلسة وسهلة، مش عايزة أي حاجة، ودي بتسهل عليكي كل حاجة. ما شاء الله. بظبط والسمك بتاعها لا يكون خفيف ولا تقيل، يعني حاجة زي سهلة كده. ما شاء الله. هتجيبي بقى الطبقتين على بعض، بس انا بقى عايزه اعمل ايه؟ الطبقه البيضه هي اللي فوق، هقلبها تاني اهوت عشان اخلي الكاكاو هو اللي جوه والبيضه هي اللي بره. ما شاء الله، طبقات من الجمال واللذاذه. هتلفي معاكي كده، واللفه تكون مش تخينه، لفيها رقيقه كده. ما شاء الله. وهدخلها التلاجة نص ساعة بالظبط. وبعد ما اطلعها من التلاجة اقطع بقى على سمك الصوبع كده، وانت ماشية شوفي الجمال والحلاوة والذوبان. ما شاء الله. وهتجيبي صاج مدهون زيت خفيف كده عشان ما يلزقش منك، ولو عندك ورقة زبدة يكون احسن. وهترصي فيه البسكوت. شوفي البسكوت وجماله. ما شاء الله على الجمال، شكل طعم والله احلى من بعض. انا اكلته طعم 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 يعني. وبعد ما طلع من الفرن، شوفي بقى الجمال. هو مش عايز حاجة، انا عندي شوية عسل من بتاع الكنافة، بس عايزة تسيبيه سادة ماشي. وعملت سوداني فرمته كده في الكبة، وشوية فرماسيلا، وتزوقي بقى. هو مش عايز زواق ولا عايز اي حاجة، لكن انا بزوق عشان التصوير. وكده بعد ما